الكريم، ونرحب كذلك بالأساتذة المشاركين في هذه الندوة التي نود أن تدفعنا للخروج بتوصيات والخروج بتصور شامل حول الوضعية التراثية والتاريخية للعاصمة الإسماعيلية كموروث ثقافي وكموروث في خارطة المغرب. في هذه الندوة العلمية تم حوارات حول موضوع مدينة مكناس تاريخ ومعالم، حيث حاولت وبكل اختصار وباختصار شديد أن ألخص وأبرز أهم المعالم التاريخية لمدينة مكناس، وذلك عبر مختلف الحقب التاريخية التي مرت من هذه المدينة العريقة، بدءا بوصول عناصر من قبيلة مكناس في القرن العاشر، ثم قيام النواة الأولى لمدينة مكناس على عهد المرابطين في القرن الحادي عشر، ثم التوسع الذي عرفته المدينة في القرن الثاني عشر عهد الموحدين، ثم ازدهار مدينة مكناس على يد المارينيين. وأشرت باختصار إلى كون مدينة مكناس لم تشهد أي أثر للغطاسين واستعدينا بها، لكن ركزت وأطلت في مداخلتي على الفترة الإسماعيلية باعتبارها نقطة تحول كبرى، وخصوصا عندما اتخذها السلطان المولى إسماعيل عاصمة البلاد وبنى بها قصوره بها، كما بنى بها مجموعة من المآثر التاريخية التي ما زالت قائمة اليوم، اللي هي فريدة من نوعها في المغرب. أذكر على سبيل المثال حبس قرى، وأذكر أيضا الهري السواني الذي يعتبر أكبر هري لتخزين الحبوب كان يعرفه المغرب آنذاك. لم يسعني الوقت لأذكر أيضا الفترة الاستعمارية باعتبار أنها هي أيضا فترة مهمة في تاريخ مكناس، حيث كانت مدينة مكناس نظرا لموقعها قاعدة عسكرية فرنسية كانت منها تنطلق الجيوش الغازية لاحتلال باقي أنحاء المغرب انطلاقا من الأطلس المتوسط بجانبنا. ثم وهذه الأهمية في الفترة الاستعمارية التي جعلت مدينة مكناس قاعدة عسكرية أولى فرنسية في الخارج، وثاني قاعدة عسكرية بعد ميدز. وأشير في النهاية على أنه ببناء حمرية اكتملت الصورة النهائية لمدينة مكناس. فهناك الجانب القديم اللي هو المدينة العتيقة التي شرع في بنائها منذ المرابطين، والتي توسعت حتى القرن السابع عشر في عهد المولى إسماعيل، وبمقابل لها المدينة الملكية الإسماعيلية التي أنشأها السلطان المولى إسماعيل، ثم المدينة الأوروبية. وهذه هي المكونات ثلاثة لهذه المدينة العريقة التي اعتبرت تراثا عالميا للإنسانية من طرف منظمة يونسكو منذ 7 جانبير 1996. فيما يخص المداخلة التي تقدمت بها أنا بصدق مفتش المباني التاريخية والمواقع بجهة مكناس السفيلات، هذه المداخلة تناولت إشكالية التوفيق بين التراث الثقافي والتراث المعماري بشكل عام والتعمير. نقصد بهذه الإشكالية يعني مخططات التعمير أو وثائق التعمير في مدينة مكناس، كيف تتناول مسألة الانسجام أو التوفيق أو التنسيق بين الحاجة إلى المحافظة على الخصوصية المعمارية والخصوصية الجمالية والفنية للمجال الحضري في مدينة مكناس، والاستجابة أو إشباع الحاجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للسكان، لأن مدينة مكناس مدينة تاريخية صنفت ضمن مواقع التراث الثقافي الإنساني منذ سنة 1996، وتدخل في إطار ما يسمى بالمشاهد الحضرية الآهلة بالسكان. هذا مصطلح أبدعه خبراء اليونسكو في عام 2009 وينطبق على مدينة مكناس، لأن مدينة مكناس هي موقع تاريخي وهو خلاصة أو يعني متحف مفتوح يلخص أو يختزل العبقرية المغربية في مجال الهندسة المعمارية وفي مجال التخطيط الحضري، إلا أنه موقع كذلك آهل بالسكان. فيه يكفي مثلا نذكر أن المدينة العتيقة فيها حوالي 50,000 من السكان. يعني كيف نستجيب لحاجات هؤلاء السكان الذي يعيشون في هذا الموقع التاريخي، هذا الموقع الفريد من نوع الذي له خصوصيات وله قيمة إنسانية استثنائية. الإشكال إذن المطروح في هذه الندوة بشكل عام وخاصة في المداخلة التي تقدمت بها، كيف نجعل من وثائق التعمير ومن السياسة العمرانية بشكل عام أداة لتحقيق الانسجام المطلوب والانسجام الضروري بين الحفاظ على خصوصية المدينة لأنها موقع تاريخي موقع إنساني والاستجابة لحاجية السكان تماشيا مع مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام. هذا اليوم يسرنا في الجماعة الحضرية لمدينة مكناس وفي إطار الأسبوع الثقافي السابع من
الأنشطة الثقافية أن نكرم رجلا كان كتبيا بدأ في حوالي 1948 بقبة السوق، وانتقل إلى دار السمن دائما في إطار هذه المهمة النبيلة